اشطبي بقى اي وصفه للمكرونه بشاميل وتعالى اقول لك على سر هيخلي كل اللي ياكلها عندك يسالك على الطريقه. جوسي جدا ولونها تحفه ولا ريحتها اللي جابت اخر الشارع. واول ما تحطيها في الفرن احتمال تلاقي الجيران عندك من ريحتها. يلا نشوف الجمال ده معمول ازاي. بس قبل ما نبدا ما تنسيش تحط لايك وشير ونسمي بالله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. انا يا بنات ضربت شفشق من القوطه وصفيته وهحطه على النار لحد ما يبقى متسبك معانا ويتقل. تمام. نسيبه بقى على النار ونبدأ ناخد الطاسة بتاعتنا ونحط فيها معلقة من السمنة تكون كبيرة ومعلقتين من الزيت. وهنزل عليها ببصلاية كبيرة مبشورة، يعني ايه القطع بتاعتها كبيرة مش هنبشرها بالمكان الصغير. وهحط عليها قرنين فلفل، واحد احمر وواحد اخضر، وهبدأ اقلب فيها زي ما انتم ما شايفين كده لحد ما تديني اللون اللي هو ايه الاصفر الفاتح. تمام، مش هنحمرها قوي يا بنات. وهنزل عليها بنص كيلو من اللحمة المفرومة وهبدأ اقلبها زي ما انتم ما شايفين كده. وهغطي عليها بغطا وهسيبها يعني تستوي على نار هاديه جدا. تمام. قبل بقى ما اغطي عليها هنزل عليها بالسبع بهارات بتاعتنا ومعلقه من البابريكا ومعلقتين من الملح او معلقه من الملح على حسب بقى انت ما هتدوقي وتشوفي الملح المظبوط بتاعها. تمام كده. خلاص نحطها بقى كده على جنب ونجيب حله نعمل فيها البشاميل بتاعنا. انا حطيت معلقه من السمنه كبيره وعليها شويه زيت. انا بحط كده يا بنات بالنظر، بس انت بالنسبه لك لو مبتدئه هتحطي كمية السمنة قد كمية الدقيق. لو حطيت 4 معالق من هنا هتحطي 4 معالق من هنا، سواء سمنة أو سواء زيت، يعني حسب المتاح عندك. تمام كده. وبعدين هنبدأ نقلب فيه لحد ما تلاقي الريحة بتاعته ظهرت أو لونه بدأ يصفر كده يا بنات. يصفر يا بنات، ما يبقاش أكتر من الإصفرار. تمام، عشان ما يتحرقش منك. أنا هنا حسيت إن هو محتاج شوية من الدهون، رحت حاطة عليها حتة إيه، سمنة سايحة. تمام، أو سمنة متكتلة وأنت سايحاها بمعرفتك. وهبدأ أول ما الاقيه يتحمر هنزل عليه بكيلو من اللبن. وهنزل عليه كمان لان انا عامله هنا بشاميل كتير، عامله 6 معالق من الدقيق يا بنات. تمام. فهيحتاج منك الكميه اللي انت شايفاها دي. انت بتعمليها بالنظر بتخلي البشاميل بتاعك بالظبط زي القوام بتاع الايه الكيكه بتاعتنا. عارفين الكيكه اليوميه نفس القوام بالظبط. لو عندك شوربه انزلي بيها، ما عندكيش زي حالاتي هتنزلي بشويه ميه كده لحد ما يديك القوام اللي انت شايفاه قدامك ده. تمام كده. وبعدين هنزل عليها يعني ربع معلقه من الفلفل وربع معلقه من البابريكا. تمام كده. ونبدا نحط الملح المظبوط بتاعها. هتشوفي الملح بتاعها عايز قد ايه، ودوقوا الحاجه يا بنات وانتوا شغالين عشان لو احتاجت تمام حط لها، ما احتاجتش يبقى خلاص. وبعدين هبدا ايه خلاص اغطيها عشان ما تعملش قشره. تجيبي بقى ستريتش رول وتغطيها. انا معايا هنا كيلو ونص من المكرونه. تمام. هبدا ان انا ايه اسلقها. بصوا يا بنات الصلصه عندي قصرته بقت عامله ازاي، هي كده لسه سخنه. هاخد بقى مرقتين من الدجاج وهحطهم فيها كده واقلبها بحيث ان هي تسيح. هنزلهم تحت كده واتفسها تحت قوي وبعدين اغطيها بالصلصه هتبدا تسيح. تمام. وبعد كده نبدا نقلبها مع بعضها وهقول لكم هنعمل بيها ايه دلوقتي. هو ده المكون يا جماعه اللي هيخلي لكم المكرونه في حته تانية. طعمها تحفه، يعني عن تجربه. جربوها وان شاء الله هتدعوا لي. تمام كده. وهناخد بقى النص البشاميل بتاعنا هنقسمه نصين. هاخد النص الاولاني زي ما انتم ما شايفين كده اللي هحطه على الوش وهسيبه ابيض. عايزه تحطي له صلصه كلها عادي، انا عملتها معاكم قبل كده على القناه، ارجعوا لها هتلاقوني حطيت الصلصه كلها على البشاميل. انا مره بعملها كده ومره بعملها كده، عملتها لكم بالطريقتين عشان اللي تعجبك تشتغلي بيها. واخدته كده وحطيته على جنب. والتاني اللي هو اللي انا قسمته بالنص كده قدامكم هحط عليه الصلصه زي ما انتم ما شايفين كده. تمام كده. هي الصلصه اتسبكت معانا وبقت زي الفل. ونزلت عليها بالمرقتين الدجاج. المرقتين الدجاج دول يا بنات اختياري، عايزه تحطيهم حطيهم، مش عايزه تحطيهم ما تحطهمش. تمام كده. بس الصلصه ضروريه، ما تتنازلوش عن انكم تحطوا الصلصه بالطريقه دي يا بنات. مش عايزه اقسم لكم ان هي هتبقى تحفه وريحتها هتقلب الدنيا. انا يا بنات سلقت، اعوذ بالله من كلمه انا، كيلو ونص من المكرونه ما سلقتهوش سلق كامل، نص سلقه. تمام يا بنات. وبعدين اخدت البشاميل بتاعي حطيته كله على الخليط، بس على المكرونه، بس سبت شويه كده صغيرين هنحطهم في ارضيه الصينيه. تمام كده. وهنقلب زي ما انتم ما شايفين كده. انا بصراحه يا بنات اعوذ بالله من كلمه انا بشطفها. يعني انا بشطف المكرونه. في ناس كتير تقول لك لا ما تشطفهاش، لا انا بشطفها لان البشاميل اللي انا بعمله كفيل ان هو يخليها تمسك في بعضها وتقفش وتبقى قطعه واحده. مش عايزه تشطفيها براحتك، دي حاجه ترجع لك انت، لكن انا بالنسبه لي بشطفها. وهجيب 3 4 معالق اللي انا سبتهم في الحله في الاخر كده، هبدا افردهم في الصينيه ودهنتها زيت في الاول. برضو يعني الخطوه بتاعه الزيت دي عايزه تدهنيها دهنيها، مش عايزه تدهنيها براحتك. وهنبدا نقسم المكرونه بتاعتنا بالنص. هتحطي النص تحت وتبداي تجيبي اللحمه المفرومه بتاعتنا اللي اتعصجت وبقت زي الفل. انا بصراحه بعمل اللحمه المفرومه زي ما انتم شايفين كده من غير صدمه. عايزه تعمليها بالصدمه مفيش مشكله، لكن انا بالنسبه لي بعملها كده بحيث ان هي يطلع منها الصوص وتستوي في قلبها، لان هي حلاوتها بالصوص بتاعها. مش عاجبك الوصفه كده خلاص غيري بس في الصوص
وبدل ما تعمليها ان هي تشرب الصوص بتاعها اديها الصدمه على مزاجك، مفيش مشكله. وبعدين بنحط النص التاني من المكرونه زي ما انتم ما شايفين، وبعدين ننزل عليها بالبشاميل الابيض. انا غلفت المكرونه يا بنات بالبشاميل اللي كان فيه الصلصه كلها، ما سبتش حته ما اتغلفتش. لو انت شغاله في البشاميل بتاعك وكلكع منك، اضربيه بالهاند بلندر مفيش اي مشكله، او اضربيه في الخلاط، تمام؟ بس لازم يبقى بارد شويه عشان ما يبوظلكيش الخلاط. اما بالهاند بلندر تقدري تضربيه وهو سخن. وبعدين بتسخني الفرن بتاعك على درجه حراره 180 او 200، تمام؟ وبتحطيها في الفرن الاول، بتاخد لها سوا نص تسويه، او مش نص، كمان 3/4 تسويه، تمام؟ هي بتاخد في الفرن نص ساعه. تطلعيها قبلها ب10 دقايق او 7 دقايق، وبعدين تعملي اللي انت شايفاه ده. انا كده طلعتها من الفرن يا بنات، تمام؟ وحطيت عليها الجبنه الرومي وحطيت عليها الجبنه الموتزاريلا. دي عندي احسن من انك تحطي لها بيض. جربوا الطريقه دي وان شاء الله هتنال اعجابكم، تمام كده؟ وبترجعيها الفرن تاني تحت الشوايه، بتاخد لها بالظبط 5 دقايق 10 دقايق. اصل انت مش بتولعي الشوايه على الاخر، بتولعيها على هادي يا بنات، تمام؟ هتطلع معاكي زي ما انت ما شايفه كده. الريحه فظيعه فظيعه، الطعم روعه وطريه. في ناس بتحب تغطيها بورق فويل عشان تفضل معاها طريه، وبعد كده لما بتطلع معاها بتبدا ان هي تشيل ورق الفويل وتحط لها الجبنه، وبعدين تحطها تحت الشوايه. عادي مفيش مشكله، تقدري تعملي كده، بس انا بصراحه ما عملتش كده. وقطعت منها حته زي ما انتم شايفين، بس طول ما هي سخنه يا بنات انسي ان هي تطلع معاكي سليمه. هوريها لكم دلوقتي كده، هوريها لكم كده. هنا طبعا انا طلعتها من الفرن غرفتها على طول. الطعم تحفه، الريحه روعه، مش عايزه اقول لكم. والمطه بتاعت الجبنه جميله جدا. هنا بقى لما استنيت عليها شويه، بصي بقى القطعه متماسكه ازاي. اصبري عليها شويه عشان تعرفي تقطعي، ربع ساعه بالظبط يا بنات وابداوا قطعوها، هتبقى متماسكه وبرده هتفضل سخنه. جربوها يا بنات بالطريقه دي، وانا متاكده انها ان شاء الله هتنال اعجابكم واعجاب كل اللي يدوقها عندكم. وبكده فيديو النهارده يكون خلص، يا رب يكون عجبك. لو عجبك الفيديو يا ريت ما تنسينيش في اللايك والشير والاشتراك، واشوفكم في فيديو جديد ووصفه جديده، واترككم في رعايه الله وامنه. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.